بعد الهجرة للمدينة المسلمين ما كانوش عايشين في راحة، وقريش ما كانتش ساكتة، بالعكس دي كانت لسه بتلاحق الدعوة وبتضيق عليهم وبتستولى على كل أموال المهاجرين. وفي السنة التانية من الهجرة وصلت أخبار إن قافلة كبيرة لقريش راجعة من الشام، والقافلة دي كان بياخدها أبو سفيان، وكانت مليانة بالبضايع والأموال. والنبي صلى الله عليه وسلم شاف إن اعتراض القافلة ممكن يكون ضربة اقتصادية ترجع بعض من حقوق المسلمين المهاجرين، فخرج ومعاه 313 رجل بس. إمكانياتهم كانت بسيطة جدا، 70 بعير بيتناوبوا عليهم وفرسين 2 فقط. لكن أبو سفيان كان شخص واعي جدا وغير طريق القافلة وبعت لمكة يستنجد بيها. قريش قامت فاضبة وجهزت جيش هائل بقيادة أبو جهل، أكتر من 1000 مقاتل ومعاهم 200 فرس وعدد كبير جدا من السلاح. الفرق كان رهيب جدا، جيش كامل مدجج بالسلاح في مقابل قلة مننا خرجت أصلا مش للحرب ولكن لاعتراض القافلة. وصل المسلمون عند بدر، وهنا كان لازم القرار تاخد. النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه هل نثبت أم نرجع؟ فقام المقداد بن عمرو وقال الكلمة اللي خلدها التاريخ: امضي يا رسول الله، فوالله ما نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ليلة بدر كانت ليلة دعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بيرفع ايديه للسماء وبيقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم. المشهد كان يهز القلوب، قائد بجيش قليل لكن كل قلوبهم مليانة بيقين وثبات. وهنا خلصت الليلة وطلع فجر يوم 17 رمضان. فجر مكانش عادي، ولكن ده فجر أول معركة فاصلة في تاريخ الإسلام. انتظرونا في الجزء الثاني نكمل قصة بدر.